معلقه واحده هتضيفيها بجد مش هتبطلي اكل فيها. تعالوا بينا نعمل احلى كفته هتجربيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي. نص كيلو من اللحمه المفرومه، بصله كبيره مبشوره، معلقتين كبار من اللي او الدهن، معلقتين كبار من البقسماط، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره من الملح. وقلبت المكونات كلها مع بعض كويس جدا. هبدا بقى اعمل الكفته بتاعتي صوابع كده بالشكل ده، واخلص الكميه كلها وارصها كده في طبق. هجيب ميه البصل واحط عليها معلقتين كبار من الزيت، ربع معلقه صغيره من البابريكا، وقلبتهم كويس جدا. وهدهن بقى الكفته بتاعتي كده كويس زي ما احنا شايفين. هجيب بقى طاسه على النار، احط فيها معلقتين كبار من السمنه، وهبدا كده انزل بالكفته بتاعتي في الطاسه. هشوح الكفته كويس جدا لحد ما تتحمر معايا وتاخد اللون البني الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هنقلبها كده كلها على الناحيه التانيه لحد ما تتحمر كويس جدا. جبت طبق ورفعت كده الكفته في الطبق. بصلتين كبار متقطعين جوانح نزلت كده بيهم في نفس الطاسه. شوحت البصل شويه ولما دبل وخد اللون البني نزلت كده عليه بفلفل اخضر واحمر. الفلفل دبل نزلت كمان بطماطمايه كبيره متقطعه جوانح بالشكل اللي احنا شايفينه. تبلت بقى بملح وفلفل وكمان بابريكا. قلبتهم مع بعض ورجعت كده نزلت الكفته عليهم تاني. هرجع اقلبهم تاني كويس جدا كده مع بعض زي ما احنا شايفين. حطيت عليهم بقى رشه كده من بهارات الكفته. قلبتهم مع بعض. وتعالوا بقى بينا نضيف احلى والذ معلقه هتخلي الكفته دي تروح في حته تانيه خالص، وهي معلقه من الدقه العاديه بتاعت البتنجان المخلل. كله بقى احلى